في قلب أفريقيا وفي زمن مليء بالصراعات والمؤامرات ظهر ملك عظيم يضرب به المثل في العدل والحكمة. ملك لم يكن عربيا لكنه آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما يشوفه. ودلوقتي هقول لكم قصة النجاشي أصحمة ابن أبجر ملك الحبشة العادل، وكيف ساهم في حماية الإسلام في بدايته. الحكاية بتبتدي من مملكة الحبشة، واللي تعرف النهاردة بأثيوبيا وإرتريا وشمال الصومال. في ليلة من الليالي الملك أبجر ملك الحبشة يتقتل من جماعة متآمرين على الحكم، ويقرروا المتآمرين دولت اختيار ملك جديد عليهم. لكن ابن الملك المقتول أصحمة كان عقبة في طريقهم، فقرروا يبيعوه كعبد لتاجر رقيق عشان يبعدوه عن الحكم والمملكة. لكن القدر كان مخبي للشاب ده شيء تاني خالص. بعد فترة صغيرة حصلت واقعة غريبة. في يوم مليان مطر وبرق ورعد الملك الجديد يتقتل بصعقة من السماء. أهل الحبشة اندهشوا وقالوا إن اللي حصل ده لعنة من السماء بسبب ظلمهم، فقرروا استعادة أصحمة ابن أبجر ويخلوه ملك عليهم، ويكون هو النجاشي الجديد. واللي ما يعرفش النجاشي ده لقب زي أمير ووزير وأي منصب يعني. بعد تولية النجاشي الحكم أصبح رمزا للعدل والرحمة، لأنه اتأثر باللي حصل له في طفولته. وعشان كده لما اشتدت المحنة على المسلمين في مكة أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، عشان كانوا واثقين إن الملك ده هيكون ملاذ آمن ليهم. وطبعا اللي حصل ده ما عجبش كفار قريش، فبعتوا وفد بقيادة عمرو بن العاص اللي كان ساعتها صديقا للنجاشي قبل إسلامه، عشان يحاول استعادة المهاجرين المسلمين. فيعمل ايه النجاشي في موقف زي ده؟ لما وقف عمرو بن العاص امام النجاشي حاول يقنع الملك بتسليم المسلمين، لكن النجاشي رفض. ومش بس كده، ده لما سمع احد الصحابة وهو يتلو ايات من القرآن الكريم الملك اتأثر بكلام ربنا ودخل الاسلام بس في السر من غير ما يعرف حد، وده عشان يحمي نفسه ويحمي المسلمين من القتل والخيانة. تمر الايام والسنين والصحابة يرجعوا تاني بامر من سيدنا محمد، وبعدها بفترة يتوفى النجاشي سنة 630 ميلاديا. ولما الخبر يوصل لسيدنا محمد يصلي عليه صلاة الغائب لتكون اول صلاة غائب في الاسلام. اما عمرو بن العاص اللي راح للنجاشي كعدو للاسلام رجع بعد مقابلة الملك مختلف تماما، لانه منساش تأثير النجاشي عليه، ودخل الاسلام بعد كده عشان يكون قائد عظيم من قادة الفتوحات الاسلامية. قصة النجاشي هتفضل درس في العدل والإنسانية. الراجل ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن بيه ودافع عن أصحابه. ودلوقتي عندي ليكم سؤال، لو النجاشي كان موجود في زماننا ده كان هيرضى بإقامة سد على النيل ويعرض مصر والسودان للخطر، ولا كان هيعترض؟ قول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.